السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في فيديو جديد يا جدعان. النهاردة هنفتح على الباكجات والهدايا المجانية. انا جمعت اغلب الهدايا وهنشوف في لاعب ايبك ولا لا. بس قبل ما ابدا يا صاحبي كده متنساش اللايك الجميل وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنا يا صاحبي دخلنا على المشن، خلاص هنستلم الهدايا اللي احنا خدناها ودي الهدايا. انا لعبت الاحداث ولعبت كام ماتش كده في الديفيجن، عشان كده لسه الاهداف اللي جبتها لسه ما كملتش. طبعا ما فيش لاعب ايبك الاسبوع ده، هيبقى الاسبوع الجاي عشان لسه هيبقى باقي حاجتين هنكملهم ان شاء الله. وهنا هنستلم الهدايا اللي في البوكس. بقى معانا كده 1,826,000 جي بي. وهندخل بقى هنا على الباكجات واللعيبة وهنشوف هيجينا مين وهنفتح على ايه. هنا باكجات شو تايم منصحش حد يفتحها، وهنا باكجات كاس العالم. نشوف بقى باكجات اللي عقود ترشيح 5 نجوم. وانا بصراحة محتار اجيب مين بالظبط واجربه. بقولولي في الكومنتات عشان اجربه لكم ان شاء الله وانزلكم عليه تجربة احتمال كبير اوي النهاردة. ودي اللعيبة اللي موجودة. كده نرجع من الباكج ده ونشوف تاني. ممكن نجيب مثلا اللاعب، يعني ممكن نجيب الحارس اللي هو ياسين بونو المغربي. طبعا تحية لكل اهل المغرب. وانا هنفتح على الباكج الشو تايم، وانا عارف طبعا مجانية مش هيجيلي حد، ده مش هيحسب من الصفر يعني. ويا رب كده لاعب عادي مش ايبك. يجيلنا لاعب 3 نجوم كمان، يعني حارس 3 نجوم مش عارف اسمه ايه. وطبعا محدش يفتح الباك شو تايم اللي معاه كوينز كتير، يفتح على باكجات الايبك. وهنا باكجات كاس العالم اللي انا عايز منه مبابي وجاكبو وريتشارلسون وبس، مش عايز اي حد تاني من الباك ده يعني. ولو جالنا حد 5 نجوم تمام، المهم ما يكونش معانا، دي اهم حاجة بالنسبة لي. وهنا هنفتح الفتحة المجانية. بسم الله بسم الله يا رب. يا ترى هيجيلنا مين يا رب. هو طبعا كلهم مفيش دوريات، كلهم كاس عالم، مفيش اي دوري. ايوه 5 نجوم جميل قوي. يا رب بسم الله. يا الله نصيري يا جدعان، والله النصيري مش وحش، بس انا معايا نسخة اقوى من دي. انا معايا النسخة بتوصل 97 يعني. والله يا جدعان اللعبة بتهزر معايا، بس تمام عادي عادي. ندخل على الباكج التاني. يا ترى يطلع لنا مين. هنقلب كده شوية نشوف احنا عايزين حكيم زياش مثلا، او اي حد 5 نجوم برضو بس، وعايزين دي ماريا. اي حد برضو 5 نجوم عادي مش زعلانين، المهم ما يكونش معانا. وهنا بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب هيجيلنا لاعب عامل ازاي. المهم اللاعب ده يكون 5 نجوم ما يكونش معانا، دي اهم حاجة بالنسبة لي يعني. مفيش دوري و5 نجوم جامد قوي، الحمد لله ان هو 5 نجوم. بسم الله يا الله يا جدعان، والله العظيم معايا ميليانو مارتينيز يا جدعان نفس النسخة. هي اللعبة مالها يا جدعان، في ايه مالك يا كونامي؟ انت نفس اللاعب معاه بالظبط يعني. انت طب مع اي لاعب تاني طيب؟ ده ايه ده يعني؟ احنا يا جدعان حظنا يعني فقر شوية. مش عارف كده انا هعمل ايه تاني يعني. نفتح على باكجات ولا لأ؟ نحوش احسن، مش عارف بصراحة. ممكن اقترح عليا في الكومنتات اعمل ايه تاني. بفكر افتح على باكج اللي هو واحد من كاس العالم ده، وبيقولولي وان شاء الله افتح عليه. وكده نرجع نجرب اللعيبة اللي احنا جبناها يعني يا حظنا يعني كده. مش عارف بصراحة، هو في ناس تاني ممكن يكون حظها حلو، بس انا اللعيبة دي معايا. مش عارف بصراحة اقول ايه تاني. هنجيب يوسف النصيري، هنحطه هنا مكان امبابي. ونجيب ايميليانو مارتينيز مكان بيتر تشيك. ويا جدعان والله يعني بصوا، انا هوريكم دلوقتي ان هو انا اصلا معايا يوسف النصيري. فين يوسف النصيري؟ اهو يوسف النصيري اهو يا جدعان، ونسخة اقوى من دي يعني. بصراحة مش عارف ايه الحظ ده. ومعايا برضه ماليه مارتيز نفس النسخة بالظبط. ايه هي دي. طب انا طيب اعمل ايه تاني؟ طيب ليه الحظ كده؟ ليه الحظ كده؟ مش عارف. طيب ندخل كده بس يا جدعان. هوريكم اللعب الاول اللي في المتجر، متجر اي فوتبول. وفي ايه 5000 متجر اي فوتبول مجانا. إيه ندخل في الديفيجن؟ لا نرجع احسن ونشوف اللاعب. هندخل هنا على البلايرز اهو. هو اللاعب ده البرت فرير.
هو ميزته ان هو 21 سنة، هتلاقي عنده الاستامينا حلوة والسرعة يعني سريع. فلو عايزين اجربه برضو قولولي في الكومنتات واجربه ان شاء الله. ويعني عنده بوينت كروسنج وانتربشن، يعني عنده مهارات حلوة. وده اللاعب اخر لاعب، طبعا انا كنت في الديفيجن، وده اخر لاعب لعبته قبل ما اصور يعني. اللاعب ده كان تركي وبيلعب لاعب يعني جاب جون وقعد يباصي ورا، ما طلعش هجمة تاني. يعني هما الاتراك كده، يلا ربنا يسامحهم وندخل على اول ماتش. وده اول ماتش كده يا رجاله، يا ترى جينا لعب 3 شهور خلاص كده. منساش يا صاحبي لينك جروب التليجرام بينزل في كل جديد، منساش تابعنا، هتلاقي لينك في الوصف. وجالنا خصم ديفيجن 3 2990 طاقاته يعني حلوة. نشوف الاول كده التشكيلة، الحالات يعني حلوة ومتوسطة، اغلبها حلوة يعني عند زلزل. وهنا جبنا اللاعب داني باريخو مكان اللاعب رونالدينهو. وخطة الخصم خطة قوية جدا، بيلعب على السرعات مع ماني ومع دي نيلسون. وهنا اول هجمة كده، لكن ايميليانو مارتينيز يتصدى للكورة ويشوط، لكن ايميليانو مارتينيز برضو اول هجمة كده جامدة. وهنا هجمة تانية ياخدها الخصم، يلعب الكورة يشوط، لكن ايميليانو يا جدعان متألق في اول 36 دقيقة لحد دلوقتي. وهنا كرة عرضية لكن روديجير يشيلها. وهنا لسه بيشوط يكمل، لكن ايميليانو يتألق ويمسكها، بس هي جاية سهلة يعني. وهنا هجمة تانية سيديو ماني يلعبها هالاند وماني في الدقايق الأخيرة، و1-0 للخصم. يعني كده هجمة تانية جامدة أوي، لكن لوكا مودريتش يلعب لماني صلاح. تعادل يا صلاح، يا صلاح التعادل يا صلاح، يا صلاح ده انت فينشك يا صلاح، فينشك 91 يا صلاح. بقى الماتش الأول يخلص 1-0 للخصم. لنا كده ندخل على الماتش التاني، جالنا خصم 3 شرط، ويا ترى يكون ديفيجن كام؟ جالنا ديفيجن 3 3033. ماشي حلو، نشوف الحالات. يعني الحالات حلوة. تشوف تشكيلة الخصم قوية جدا، يعني مع كارنافارو وماكيديلي وميسي وانيستا لا تشكيلته جامدة، ومعاه شمال كمان في الحراسة، فده يتخاف منه. كده هندخل الماتش دلوقتي، يا ترى هيجيلنا خصم عامل ازاي يا رب. ايه ده يا جدعان؟ ده عندي حمل وقال لي يولوست، انا ملعبتش اصلا ماتش والنت عندي شغال. كده الماتش ده يعني راح ظلم كده من كونامي، انا مش ذنبي فيه. وجالنا خصم تاني 3 شهرات يعني بعده، يا رب. 2993 يوتيوبر، جالنا يوتيوبر يا جدعان، يوتيوبر اجنبي كمان. طيب تمام كده هنظبط الخطة نشوفها. ما عنديش حد بردي لماركينوس، ودي خطة اليوتيوبر الاجنبي اللي قدامنا. لكن نلعب الكرة بالنصيري، نبدأ الهجمة كده بالراحة، رونالدينهو يرجعها تاني ديمبلي يدخل بيها يبصيها الليو يثبت الحارس ويشوط. الليو جون جامد 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 يا ليو في اول هجمة كده يعني على طول. لكن هجمة تانية في الدقيقة 85، هنا هجمة تانية النصيري تحرك جامد عاش يا نصيري، الله 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 الله، اخيرا يا نصيري جبت جون جامد. وهنا هجمة تانية بافارد بيرفع، ولكن ايميليانو يطلع يمسكها. كده كسبنا اليوتيوبر الاجنبي. هندخل على الماتش اللي بعده، ويا ترى هيجيلنا خصم مستواه عامل ازاي. كده يا شباب اللعبة دخلت في الصيانة، اول ما دخل الصيانة هرجع لكم. وهنا خلصت الصيانة ودخلنا، جالنا 3 شرط برضو. انسحب والنبي عندي امتحان. ماشي يا صاحبي هنسحب ان شاء الله، هنسحب عشان انت عندك امتحان وبتلعب يا اخي، روح ذاكر يا اخي. طيب تمام، عندنا فابينو حالته وحشة، نجيب مكانه مودريتش، بس مودريتش عيبه كستريتور، الله ربنا يستر. وننزل هنا عثمان ديمبلي مكان فودن، ولا لا نزله مكان سون احسن. وهنا نشوف تشكيلة الخصم، مع صلاح ومبابي ومع دي ماريا مع برناردو ونيمار، لا تشكيلته قوية. ومع في الحراسة دوناروما، تشكيلته قوية. كده هنبدأ الماتش كده بهجمة كده لينا رونالدينو بيجري يدي النصيري جول، النصيري جون يا جدعان، جون جامد. وهنا هجمة تانية رونالدينو كده بيحاول، وهنا هنعمل تهويشة والله، عدى رونالدينو من ديريخت،
عدى من الاول والتاني هيشوط ولا ايه؟ وسط 4. يا الله في القائم، يا الله في القائم. ليه كده؟ ليه هنا هجمة مرتدة، تحولت لهجمة مرتدة ضدنا. ربنا يستر ربنا يستر. لا 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 لا، لوحده في القائم الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده؟ انا يا جدعان مش هتكلم، انا خلاص يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف وين الماتش. بصوا يعني الماتش فضل رايح جاي رايح جاي، ولا هجمة ليه ولا هجمة ليه، وكده خلاص. شوفوا حتى الماتش خلص 1-1 خلاص. يعني مش عارف اقول ايه. وهنا يوسف النصيري ياخد رجل المباراة، وبعدها رونالدينهو. وكده هندخل على الماتش اللي بعده، وده اخر ماتش في الحلقة يا رجالة. ويا ترى يجيلنا خصم عامل ازاي؟ جالنا خصم 3 شرط عظيم، وجالنا خصم 2924 اسمه انور. ماشي يا عم انور، يلا بينا ندخل نشوف الحالات. النصيري حالته واقعة وميسي. طب احنا نجيب كده مين؟ نجيب مين؟ بقول نجيب مثلا لوكا مودريتش مكان ليو ميسي، ده شايفه انسب حل. ونلعب بالنصيري كده، وممكن نبدله في الشوط التاني ولا حاجة لو لقيناه تعب معانا. وهنا الخصم ايه ده؟ مع المدرب ده. يا نهار سكريبت، يا نهار سكريبت. وهنا هجمة تانية كده خطيرة، بيشوط بنيمار لكن كومان، ولكن ايميليانو مارتينيز يتصدى. وين هجمة كده لينا كده يطحن مودريتش. وهنا كورة تيجي رونالدينو يدي لسون. واحدة موف بقى من عندك يا سون يا جامد. الله 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 يا سون. وهنا واحدة تانية رونالدينو جوتشو يعمل السبيشال دبل تاتش والار 2 جول يا جدعان، جون جامد. وهنا واحدة تانية الخصم بيرو يجيبها جول. وهنا كورة تانية كومان هيرفع ولا ايه؟ باصي ايه ده؟ مش عارف اقول ايه تاني. طيب رونالدينو كده هجمة تانية خطير رونالدينو واحدة ار2 جامد. هو عشان طلع حارس فبلع خلاص. وهنا واحدة، وبيعدي ازاي يا جدعان؟ بيعدي ازاي؟ مش فاهم برضه. وهنا الكورة كده هالاند يقطعها يدي المو واحدة دبل تاتش. عدى قطم، عدى كمان. الله يا مو يا جدعان، فرعون مصر يا جدعان. وين اخر هجمة في الماتش ويشوط، لكن ايميليانو يمسكها. وهنا ينتهي الماتش يا جدعان. يعني خلاص كده يصفر الحكم، ارفع الكورة ايميليانو. وكده خلصنا الماتش 4-3. كان ماتش صعب. وانا تقييمي ليوسف النصيري هو بصراحة عيبه الوحيد وعي الهجوم 81، بيتمركز اوقات كتير اوي غلط. يعني مش عارف بصراحة. عنده الاجريشن كمان 79، وحالته كاملة ستاندرد. لكن النسخة التانية اللي معايا بتاع كاس العالم اللي هي بتوصل 97 دي احسن، واقيمه 7.5/10. وعندي ميال مونتريز اللي ابهرني جدا. يعني مش عارف اقول يعني بصراحة. وعيبه برضو يعني اللي عنده عيوب، وعيبه ستاندرد برضو نفس الكلام زي يوسف النصيري، بس هديله تقييم 8/10. وانا وصلنا